أعزائي المتابعين، النهاردة جايبة لكم فيلم نادر عمره 75 سنة. الفيلم بطولة وتأليف وإخراج حسين صدقي، يشاركوا البطولة مديحة يسري ولولا صدقي وإسماعيل ياسين. الفيلم زي كل أفلام حسين صدقي ليها هدف وموعظة بنعرفها في نهاية الفيلم. الفيلم بيبدأ بخطوبة إسماعيل وسامية، وهم في وسط الفرح بنلاقي الكهرباء بتتقطع. بيتصلوا بالشركة عشان تبعت لهم مهندس كهرباء يصلح العطل، لكن بيحصل خطأ فبيروح لهم مهندس معماري اللي هو محمد المصري، لكن بيلاقي العطل بسيط بيعرف يصلحه. بيعرفهم ان هو مهندس معماري، فبيعزموه على انه يحتفل معاهم، وبيطلب منه إسماعيل إنه يصمم له الفيلا اللي هيتجوز فيها هو وسامية. بتنشأ صداقة بينهم، وبعد كده بيعرفوا إن المصري تعبان فبيروحوا يزوروه سامية وإسماعيل، وبتاخد بنت خالتها سهاد. بعد ما بيزوروه في بيته بيكون في إعجاب متبادل بين سهاد والمصري، ولما بيعرف إنها فقيرة زيه بيتقدم لها وبيتجوزوا. بتكتمل سعادتهم لما بينجبوا أول طفل. بتعتقد سعاد انه هيكون سعيد ومحظوظ في حياته، فبتسميه حسن. بتعتقد كده لانها بتلاقي حسنة في خده وحسنة في صدره، بتشوف ان ده فايل كويس يعني. بيحضر اسماعيل وسامية اسبوع المولود، وبيتمنوا ربنا يرزقهم بطفل او طفلة. بعد كده بنشوف المصري وهو بيصمم مشروع وبيفكر يعرضه على رئيسه في الشغل، لكن سهاد بتقترح عليه يعرضه على اسماعيل عشان يتشاركوا في المشروع، طبعا هو بالمجهود واسماعيل برأس المال. بيروح المصري يعرض على اسماعيل المشروع، لكن اسماعيل بيرفض وبيقوله ان هو تعب وبذل مجهود وفكر في المشروع عشان مستقبل ولاده، ان هو عنده ابن وفي المستقبل جايله ابن او بنت، يعني مراته حامل وكده. انما هو هيتعب ويعمل مجهود ليه او لمين؟ لان ربنا ما رزقوش بالخلفة، والدكتور بيقول ان الامل ضعيف جدا انه يخلف. بيزعل طبعا وبيتأثر المصري، لكن اسماعيل بيوعده انه يفكر ويمكن في المستقبل يغير رأيه. بنشوف بعد كده مشهد للمصري وهو رايح لرئيسه يطلب منه سلفة عشان مراته هتولد ومش معاه فلوس. بيرفض المدير وبيقوله انه هيقبض بعد يومين، يعني مش لازم يستعجل. بيضطر المصري يستلف من ناس تانية، وبتولد سهاد بنت بيسميها عائشة على اسم والدته. وبيضطر طبعا يشتغل شغلة تانية بعد شغلة الصبح عشان يقدر يسد الفلوس اللي استلفها ويقدر يوفر لأسرته ومتطلباتها. بتقوله سهاد انه ما يخافش لان كل طفل بيجي برزقه. بعد كده بنشوف سهاد وهي تعبانة جدا، وبيجيب لها الدكتور بيكتب لها أدوية كتير، فبيضطر المصري يروح بيت المدير يستلف منه 5 جنيه. بيكون الوقت طبعا بالليل، فبيروح المدير بيقوله ده مش وقت مناسب، بكرة أشوف لك المبلغ أعمل لك سلفة. بيقوله بس مراتي ممكن تموت وممكن بيتي يتدمر لو هي ماتت، وبيرجوه يعني انه يديله 5 جنيه بس. بنشوف مرات المدير وهي جاية بتاخد منه 100 جنيه، وبتقوله عشان طبعا تلعب بيها قمار، فبتقوله انها مستنياه على الترابيزة. طبعا المصري بيقوله انه هو يعني محتاج 5 جنيه بس، فممكن ياخد من مراته 5 جنيه من 100 اللي خدتها. طبعا المدير بيرفض وبيقوله لأ، ان هو كده ما يقدرش ياخد من مراته فلوس تاني، وبيقوله بكرة هشوف لك الموضوع. بيمشي ويسيبه، لكن بيبص في الأرض المصري بيلاقي ان 10 جنيه وقعت من الفلوس، فبيفكر انه هو ياخدها عشان ينقذ مراته، لكن ضميره مش بيسمح له. فبيفتكر برضو مراته، فبيكتب جواب للمدير بيتعهد له فيه انه هو هيحاول يرجعله ال10 جنيه اول ما يجيله مبلغ، وان هو استلفها لانه مضطر. والمدير طبعا بعد ما بيمشي المصري بيشوف الجواب، وتاني يوم بيروح الشغل بيوبخه وبيتهمه بالسرقة، وبيقوله انه اكيد زي ما سرقوا كده هو بيسرق مخازن الشركة، وبيهدده انه هيبلغ البوليس. وبيقوله انه كمان هيطرده من الشغل. بعد كده بيدور المصري على شغل لكن مش بيلاقي،
فبيضطر يبيع ملابسه عشان يوفر مصاريف الولادة لسهاد. بعد كده بيروح البيت بيلاقي ان الداية بتقوله ان مراته جابت 3 توائم، ولدين وبنت. بيزعل جدا وبيلاقي اسماعيل جاي يزوره ويبارك له على التوائم، وبيقوله ان ربنا رزقه هو كمان بولد. بيتعجب المصري بيقوله ان انت يا غني جالك ولد واحد، انما انا دلوقتي بقى عندي 7 اولاد وانا مش لاقي اكل. وبيتمرد المصري على ولاده، بيقول انه عايزهم يموتوا وعايز يخلص منهم، وان دي مش نعمة، دي نقمة وده غضب من ربنا. فبيقول له اسماعيل لازم تحمد ربنا على نعمته وما تكفرش بالنعمة. لكن المصري بينفعله بيقوله لو دي نعمة خدها انت واديني نص ثروتك وانا مش عايزها. طبعا اسماعيل بيقول له كفايه كفر بالله، انت متعرفش قيمتهم، وان انا جاي مخصوص عشان انفذ المشروع اللي كنا قلنا عليه زمان، لان دلوقتي بقى عندي ابنه وعايز اعمل له مستقبل. فجأة بنلاقي الداية بتطلع تصرخ وبتقول ان البقية في حياتكم ان ال3 ولاد ماتوا. بيفرح المصري بيقول لها الحمد لله، طبعا مكتفي بال4 اللي عنده. بعد كده بنشوف مشهد بيبدأ شغل مع اسماعيل وبيفتحوا شركة سوا. وبعد كده بتتعب سهاد وبتروح المستشفى تعمل عملية، بيقول لها الدكتور انها مش هتقدر تخلف تاني. فبتضحك هي والمصري بيقولوا ان عندهم ولاد كفاية ومش عايزين تاني. بعد كده بيقول لها المصري انه الفلوس يعني المشروع كسب وجاب شقة جديدة وهيفرشوها اول ما تطلع من المستشفى. بنشوف ان المشروع كسب بقى معهم فلوس كتيرة جدا. وبعد كده بنشوف مشهد بيروحوا في الجنينة يفسحوا الأولاد، وهم قاعدين والشغالين اللي عندهم بيفسحوا الولاد يعني بيتلهوا شوية عن الولاد. فبيتوه حسن منهم في الجنينة وبيركب عربية نقل وبيروح مكان تاني مش بيلاقوه. بعد فترة بنلاقي الشغالة بتاخد الطفلين في عربية الصغيرة بتاعتهم تفسحهم، لكن في عربية بتصدمهم وللأسف بيموتوا. بيحزن المصري وبتمر الأيام، بيكبر ويعجز وهو حزين، ومراته طبعا حزينة وبتعيط. بنتهم عائشة من كتر الحزن اللي بتشوفه مع والدها ووالدتها وان اخواتها كلهم يعني بقت هي وحيدة، بيجيلها يعني أزمة نفسية كده وبتتعب وبتسخن والدكتور. وبعد كده بنلاقيها بتصاب بالشلل من أثر يعني التعب النفسي ده. بيقعد المصري مع سهاد وبيقول لها ان هو شاعر بالندم على فقدانه اولاده. بتقول له سهاد ان خلاص الندم ما ينفعش دلوقتي. بعد ايه؟ لان هو كان عنده نعمة وبدل ما يحمد ربنا عليها كفر بيها، بيستغفر ربنا. وبتقول له ان يعني مفيش فايدة من الندم بعد اللي حصل، وانه اعترض على الولاد وافتكر السعادة في المال. فلما ربنا اخدهم منه واداله المال برضو هو مش سعيد. بيروح المصري الشركة وبيطلب من السكرتير يتبرع بفلوس. فالسكرتير بيقول له كفاية الشهر ده احنا اتبرعنا ب5000 جنيه. فبيقول له انه هيعمل ايه بالفلوس بعد ما فقد كل اولاده، وحتى بنته الوحيدة تعبانة جدا وممكن تحصلهم، فانه خلاص زهد في الدنيا ومش عايز حاجة منها وهيعمل ايه بالفلوس. بيروح البيت ومراته بتقول له تحضر له الاكل، بيقول لها انه ما بقاش يعني الاكل ليه طعم ولا ليه نفس ليه. بيروح المصري يطمن على بنته وهو قاعد على الكرسي جنبها، بيحلم ان بنته خدته للسما وبتقول له انت فقدت حاجة ولازم ترجعها تاني. بيقول لها فقدت ايه؟ بتقول له فقدت ايمانك ولازم ترجعه. بتوديه عند الكعبة، بيصحى من النوم فبيقرر يروح يحج. طبعا قدام الكعبة بيتوب لربنا وبيستغفر وبيطلب من ربنا الشفاء لبنته. بنشوف بقى مشهد تاني لحسن لما كبر. بنلاقيه متجوز وعنده ولد وبنت وبيشتغل في شركة. الشركة دي بتاعت منير بيه اللي كان رئيس المصري زمان. بتتعرض الشركة للإفلاس، فبنلاقي منير بيه بيروح للمصري بيطلب منه فلوس عشان ينقذ شركته، وبيقول له انه معاه الورقة اللي كتبها له زمان. فهو بيساومه يا اما يديله 20,000 جنيه للشركة عشان ما تشهرش افلاسها، يا اما هيظهر الورقة دي لكل الجرايد ويفضحه في كل حتة.
طبعا ما بيقبلش المساومة، المصري بيرفضها وبيرفض وبيقولوا لأ أنا كده هنهي المقابلة ومش موافق على اللي بتقوله ومش فارق معاه. بعد كده بيكون في حفلة لجمعية خيرية بيحضروها كل الناس، بيحضرها المنير بيه وبيحضرها ناس كتير، بيحضرها المصري وعائشة وسهاد، وبيحضرها كمان حسن ومراته وولاده، وبيحضرها ناس كتير. بعد كده بيتبرع المصري ب20,000 جنيه للجمعية الخيرية، فبيتغاظ منير بيه وبيطلب من حسن ياخد الورقة بتاعة المصري، بيقوله تروح بيها الصبح على الجرايد عشان تنشر الخبر وتفضحه. حسن بيدي الورقة لمراته وتشيلها في الشنطة. بنلاقي ابنهم الصغير بياخدها من الشنطة عشان يلعب بيها ويعملها مركب، وبيشوفها عائشة قاعدة لوحدها بتبتسمله، فبيروح يوريها المركب، بتقوله أنا كمان بعرف أرسم مركب، بتفتح الورقة عشان ترسم على ظهرها. وبعد كده مامتها بتشوفها بتلاقي الكلام اللي مكتوب جواها اللي هي الورقة اللي تخص المصري اللي كان كاتبها. طبعا بيفرحوا ان خلاص كده هما مش يعني مفيش حاجة فضيحة او حاجة على المصري. فطبعا اول ما بيروح حسن تاني يوم الشغل بيرفضوا منير لانه ضيع الورقة. فبنلاقي طبعا هو مش لاقي حتى يدفع الإيجار ومفيش شغل وبيدور على شغل كل يوم مش لاقي. فبتضطر مراته تاخد الأولاد وتروح عند المصري وتقوله إن ضياع الورقة تسبب في طرد جوزها من الشغل وإنهم كمان هيطردوا من الشقة لو ما دفعوش الإيجار. بيحاول يساعدها بفلوس، لكن حسن بيروح البيت مش بيلاقيها وبيعرف من والدتها ان هي راحت للمصري، فبيجري على بيت المصري وبيزعق لها ويوبخها وبيكرر غلطة ابوه، بيتمرد على عيشته وعلى ولاده، بيقول لها انه مش عايزهم، ان هم السبب في الفقر اللي هو فيه. فطبعا بيزعق له المصري بيقول له ما تغلطش غلطتي ولازم تحمد ربنا على النعمة، وبيحكي له ايه اللي حصل له عشان ياخد موعظة منه. لكن سهاد بتحس بيه لما بتعرف ان اسمه حسن، وبتلاقي حسنة في خده، فبتروح تقرب منه، بتتأكد ان في حسنة كمان في صدره، فبتتأكد وبتقوله انت حسن ابني. بتفرح جدا ان هي لقيته بعد الغياب ده كله. بيفرحوا كلهم، وعائشة من كتر الفرحة بتقوم من على الكرسي وبتخف. طبعا كلهم بيفرحوا وبتبقى نهاية سعيدة للفيلم. وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإن كل واحد يرضى برزقه، سواء مال سواء أولاد سواء علم، أي حاجة ربنا بيرزقنا بيها نحمد ربنا. وربنا بيقول إن شكرتم لأزيدنكم، وإن الواحد ما يكفرش بنعمة ربنا ولا يستهون بيها عشان ما تتخدش منه. سلام.